هعمل لك النهارده احلى طبق كشري طعمه بجد حدوته، من كتر حلاوته هتاكلي كل مكون من مكوناته لوحدها. يلا نشوف الطريقه ونقول بسم الله. هنبدا اول حاجه بالرز كده زي ما انتم شايفين. بجيب بصله بقطعها بحطها في شويه زيت حلوين كده، بعد كده بديها تحميره لحد ما لونها يبدا ان هو يخش في الاحمرار. هحط عليها الشعريه. هنا طبعا هكون مجهزه العدس بجبه اللي هو العدس البني، وهكون نقعاه من قبلها بساعتين. الخطوه دي مهمه جدا علشان خاطر يستوي كويس. تمام. هنا الشعريه اتحمرت اهي كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بالعدس اللي انا نقعاه من قبلها بساعتين. اهم حاجه العدس يكون منقوع علشان خاطر انا مش هسلقه، يعني انا ما بدلوش سلقه. عايزه اقول لكم ان احنا الرز ده بجد بناكله حاف كده من كتر حلاوته. هنا طبعا حطيت عليهم الرز بقى بتاعنا عادي الابيض مش منقوع ومغسول عادي. تمام. بعد كده هحط مقدار الميه بتاعي وهحط الملح وهسيبه بقى يستوي براحته. بعد كده هنحضر صلصه الطماطم. حضرت الطماطم كده زي ما انتم شايفين. حطيت البصل المتقطع في الزيت، اديته كده تشويحه حلوه لحد ما دخل في اللون اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هنزل عليه بفصين من الثوم علشان برضو تديله طعم حلو. هقلب كويس جدا. تمام. بعد كده هنزل عليها بالصلصه اللي انا ضرباها في الخلاط، واهم حاجه طبعا بكون شايله القشره الخارجيه بتاعه الطماطم. حطيت ملح، كمون، كزبره، فلفل اسود، ولو عايزين تحطوا شطه حطوا شطه. هنسيب الصلصه تستوي براحتها. بعد كده هنحضر الورد بتاع الكشري اللي هو البصل. هخليه لكم، هديكم السر كده اللي يخليه مقرمش وحلو معانا. اللي بيخليه مقرمش كده وحلو معايا بحط عليه طبعا بقطعه زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. بحط عليه دقيق، بحط عليه نشا. تمام. يعني معلقه دقيق معلقه نشا، بقلبه حلو كويس، وبكون جايبه زيت غزير سخن بنزل عليه بالبصل. تمام. هحطه كده على النار عاليه، ما وطيش عليه خالص، هسيبه بقى يستوي. اهم حاجه ايدي فيه وهفضل اقلب فيه دايما. تمام. قلب حلو. هنا بدا ان هو يخش في السوا. هفضل برضو اللي انا ايدي فيه واقلبه علشان خاطر ما يتحرقش من الجناب. هنا خلاص ده اللون اللي انا عاوزاه. حطيته في المصفى اهم حاجه. وهقول لكم بقى على تركايه تانية للمكرونه بتاعه الكشري. ده الزيت اللي نزل من البصل بحطه عليها بعد ما تطلع. طبعا بكون مطلعاها 3/4 سويه. بحط عليها الزيت اللي طالع من البصله. بجد كل حاجه في الكشري على حده بيبقى طعمها تحفه، بتتاكل حاف لوحدها. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش تتابعوني منوعات ساره جمال. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي. باي باي.